اصحابي، فيديو جديد في قناتكم ليدي مرمر. ازيكم؟ النهارده انا واخداكم في جوله معايا جوه المطبخ، وهوريكم النهارده شغلي طول اليوم عامل ازاي، بس مش بره المطبخ. يعني الشغل بتاع بره المطبخ هعمله في فيديو منفصل، فالفيديو ده مخصوص لشغل المطبخ. يوم من ايام العاديه جدا، في عندي فيه شغل كذا حاجه هعملها، فهوريكم انا برتب افكاري فيه ازاي. انا قررت الفيديو ده اتعملته قبل كده، بس اتطلب مني ايام مختلفه لشغل مختلف جوه المطبخ، علشان كده انا بوريكم شغلي النهارده. طبعا ده الوقت بتاع ورق العنب، وورق العنب في السوق كتير جدا وبوفره وحلو قوي، وكمان سعره معقول جدا. فانا جبت كميه هفرزها. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كله ربع كيلو، بس هو الورق ده كبير شويه، فانا قسمته. الاول انا غسلته، نقعته في ميه كويس جدا، غسلته اكتر من مره لحد ما الميه بقت نضيفه خالص. وفي اخر مره نقعته مع حبه خل، لان ورق العنب زي الخضار بالظبط، الخضروات الورقيه لازم تتحط في خل علشان اي حاجه فيها تتقتل يعني. هوريكم هعملها ازاي. انا نشفته كويس جدا، لفيته في الفوطه النضيفه دي، بقيت فرداه كله كده، ولفيته كويس قوي وبالفوطه بقيت اضغط لحد ما اخدت الميه اللي فيه كلها بعد ما صفيته في المصفى. هوريكم انا بحتفظ ازاي بورق العنب. انا بشيله وهو ني، مش بسلقه. ومش بشيل حتى العنقود بتاعه ده، العنقود ده بشيله لما اطلعه بعد كده واديله سلقه خفيفه. بحس ان ده هيطول عمره اكتر يعني. ثواني هوريكم الطريقه اللي بحفظه بيها. فاكرين الفيديو بتاع حفظ الخضروات بتاعنا اللي كنت عملته قبل كده؟ كنا اشتغلنا بورق الاسترتش ده، الرول بتاع الاسترتش، وانا كمان هحفظ الورق العنب بتاعي في الاسترتش ده. حقيقة الطريقة دي هي اثبتت انها افضل طريقة، ويمكن انتوا شفتوا ده معايا في فيديو حفظ الخضروات لاطول فترة ممكنة. بس ده كمان كان في التلاجة، فما بالكم بقى ده اللي هيحفظ في الديب فريزر او في الفريزر، فهيديني نتيجة انا شخصيا برضى عنها يعني. فانا بجيب كل مجموعة كده رول اقدر الفها. طبعا انا بعملهم يعني، مثلا انا بستخدم في المرة ربع، لاني بحب اعمل معاه دايما فلفل، فهعمله كده. مش عارفة التصوير ايه اخباره بالظبط كده اهو، وحطيته على الورق الاستريتش ده، وهلف رول كده. وانا بلفه هبقى بضغط علشان اخرج الهواء اللي جوه الرول بتاعي. هلفه كده شويه، وهقطع الورق ده اهو كده بمنتهى البساطه. بقى ده شكله. هكمل بقيه الكميه. الربع بتاعي عمل 3 رولات كده بنفس المنظر اللي انتوا شفتوه ده كده. انا حطيتهم في كيس من اكياس السندوتشات، هما ال3 مع بعض. زي ما قلت لكم انا الطبخه بتاعتي بستهلك ربع، لو عايزه اكتر هطلع كيسين، بس المينيموم بتاعي هيبقى ربع كيلو. وهعمل حاجه بسيطه قوي. بصوا، انا كان عندي المكنه دي بتاعه قفل الاكياس بالحراره، كنت جايباها ايام الرخص يعني. بستخدمها في ان انا ببرشم بيها السندوتشات، اكياس السندوتشات بتاعت البنات وهما نازلين المدرسه، علشان يعني اوقات في اكلات بتقع منهم كده بره الكيس، فبتقع في اللانش بوكس بيقرفوا ياكلوها، فببقى مبرشماها. هي طريقتها سهله قوي، ولو مش موجوده ما هياش معضله، ينفع نسخن سكينه على النار وتعمل نفس الفكره. عايزه اوريكم الفكره بتاعتها كده هتبان اكتر اهي كده. انا بحطها كده، بخرج كل الهواء وبضغط كده. بصوا انفصل لوحده الكيس اهو، الكيس اتقفل لوحده اهو. وعمل لي حاجه كمان، ده قفل لي كمان يعني قسم الكيس نصين وقفله مرتين، فده عامل زي موفر كده شويه في الاكياس، يعني الكيس تقريبا بيتقسم نصين. هكمل كل الكميه بتاعتي. هقول لكم بس على حاجه. انا هجيب الورق اللي هو الليبلز ده، اللي هو بتاع الاسعار، او اسمه بيتكتب عليه كده كلنا عارفينه، بيتباع في المكتبات.
هكتب عليه ان ده ورق عنب، وهكتب عليه التاريخ. ليه؟ عشان انا الحاجات اللي بخزنها بكميات كبيره مش بقدر اخزنها مره واحده عشان ما اتعبش، فبجيبها على فترات منفصله، فبكتب التواريخ بتاعت كل مره بخزن فيها، عشان وانا اسحب من الاقدم للاحدث، اسحب اقدم حاجه وبعدين احدث حاجه. هكمل الكميه كلها واوريكم. خلصت الكميه وزي ما قلت لكم كده اهو، كتبت على كل واحده كتبت عليهم ورق عنب وكتبت التاريخ، علشان الخضار بالذات لما بيتجمد بيبقى كله شبه بعضه. حفظت كل ربع في كيس كده لوحده، برشمته زي ما قلت لكم، وهدخلهم في الديب فريزر. تعالوا نشوف هعمل ايه تاني النهارده. كمان عملت طحينه بيتي خام، كنت نزلت قبل كده فيديو مخصوص منفصل ليها، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس من تحت الفيديو على طول، تحت العنوان في سهم كده ضغطي عليه هيطلع لك هو ده الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف. عملت طحينه بيتي، شايفين حلوه ازاي وحلوه قوي ونظيفه، وانا عارفه المكونات وبتقعد معايا وقت كويس. شوفوا معايا عملت ايه تاني النهارده. كنت غاليه لبن من امبارح وكنت حطاه في التلاجة، وانتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو ان انا بجيب اللبن بالاسبوع، فبجيب كميه كبيره. ففضيت اللبن في الازايز بتاعته، وكمان قبل ما افضيه شلت القشطه او الوش بتاع اللبن، هعمل قشطه بجمعهم في العلبه دي. علبه قديمه كانت عندي، غطاها كده كان مكسور من هنا، فحبيت استغلها، بحط فيها قشطه ودي بتبقى مكانها في الفريزر. بجمعها لحد ما بملاها تقريبا او 3/4، وكمان بعمله بسيحهم قشطه، وانا كنت عامله ده بسيحهم سمنه سوري، وكمان كنت عامله ده فيديو قبل كده برضه هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. اقول لكم اني كمان عملت البرطمان ده من الجبنه القديمه. احنا بنحب الجبنه القديمه هنا في البيت، وبنخاف نشتريها من الفلاحين بره في السوق، ما يكونش نظيفه يعني، او فيها حشرات او كده. فاتعلمت طريقه حلوه قوي، لو حابيني انزل لكم الفيديو اعملها لكم. اتعلمت طريقه حلوه وعملتها النهارده، وان شاء الله تبقى نتيجتها حلوه. هفتح معاكم البرطمان بعد 15 يوم ونشوف اخبار الجبنه ايه. انتهزت فرصه ان انا عندي اكل من امبارح، فغسلت البوتاجاز غسله كويسه كده بقى نضيف زي الفل. وغسلت كمان كميه مواعين كويسه هوريها لكم. عايزه اوريكم الفوطه دي اللي انا كنت قلت لكم عليها قبل كده. الفوطه دي اللي هي شبه قلت لكم ايه الدفايات بتاعه السرير، بينزل منها فوط كده 2 في متجمعين مع بعض ب5 جنيه. ممتازه في تنظيف البوتاجاز وتنظيف الرخامات، يعني انا ارشحها لكم بقوه، افضل كتير من فوط القطن واي فوط تانية. لا حلوه جدا يعني. جربي تغسلي بيها كده البوتاجاز وتلمي بيها الصابون في الاول، وبعدين تغسليها وتديله مسحه وتلميعه كمان، ممتازه جدا. عايزه اكد على فكره الباسكت اللي جنب الحوض اللي هو الباسكت الصغير. انا كنت عملت لها فيديو برضو، فيديو صغير كده عن فكره صغيره، بس يعني للمتابعات الجداد اللي ما شافوهوش. الباسكت ده انا ما اقدرش استغنى عنه جنبي وانا بطبخ وانا بغسل المواعين، علشان بلم فيه اي شوائب وبتخلص منه بسرعه. ده بيساعدني ان المطبخ دايما يكون اول باول نضيف. غسلت كميه مواعين برضو كويسه، هما مش كتير قوي بس هما علشان حلل. دي كانت حله المكرونه بالمصفى بتاعتها والخلاط، وهنا حلل واللانش بوكسات بتاعه المدرسه، فهم شكلهم كبير. وصينيه هنا كمان كان فيها اكل، وصينيه القلي الطاسه سوري بتاعه القلي دي بغسلها برضو باستمرار. فهم مش كتير قوي بس هم علشان يعني حجمهم كبير عاملين شو يعني، وعاملين منظر كبير. عايزه اوريكم فكره كمان اتعلمتها من قناه لومي لوما الجميله لومي لوما. هي فكره المصفى الصغيره اللي في الحوض دي، هي حطها بشكل مختلف بس يعني شكل تاني من المصفى. انا عجبتني شكل دي واخدت الفكره منها وطبقتها بطريقتي. المصفى دي مكانها هنا على طول في الحوض، ما بعملش فيها اي اكل ولا اي حاجه ولا بصفي فيها اي اكل. دي طول ما هو انا بغسل مواعين هي موجوده. اي شوائب في كوبايات في اطباق في اي حاجه، بدل ما نحطها في الحوض ونسد الدنيا، فانا بحط فيها حبه ميه واكبها هنا في المصفى دي، ويتجمع اخر اليوم عندي كل الشوائب وكل الحاجات اللي ممكن كانت تسد الحوض، وبفضيها في الباسكت اللي عند الحوض وبغسلها. واخر اليوم كمان ببقى مصفيه فيها الليف بتاعتي او السبونشات علشان تنشف لحد الصبح وتبقى متصفيه من اي ميه، بدل ما تتحط على الرخامه. هي عشان مفتحه من تحت فبتصفي الميه بتاعتها اول باول.
الفكره دي حلوه قوي وعجبتني من ساعه ما طبقتها وشفتها في قناه لومي لوما وطبقتها، وهي عجباني جدا ومريحاني جدا. وبكده اصحابي اكون خلصت شغلي النهارده جوه المطبخ. زي ما انتم شايفين الترتيب والتنظيم بيخلينا ننجز حاجات كتير في اوقات قليله. لما اكون مرتبه افكاري، عارفه انا هعمل ايه. عملت كمان حاجات في البيت بره المطبخ، بس دول ليهم فيديو منفصل. استنوني في فيديو جديد، انا كمان هستناكم. باي باي.